السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في درس جديد من دروس منهج الجغرافيا، درس المناخ والنبات الطبيعي في العالم. درس مهم جدا جدا يا شباب، وفي نفس الوقت درس سهل جدا. في كتير من الطلبة بيظن إن الدرس دوت صعب وأسئلته بتيجي صعبة ومش عارف ألم الدرس. هو الموضوع ببساطة جدا محتاج بس شوية تركيز. إن شاء الله مع بعض هيكون الدرس ده بالنسبة لنا من أسهل دروس المنهج. في البداية أفكركم يا ريت لسه اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة علشان نوصل لك إن شاء الله باقي الدروس. وقبل ما نبدأ حضر كده ورقة وقلم ومسطرة. أيوه بالظبط، أنت سمعتني صح، ورقة وقلم ومسطرة عشان هنستخدمها إن شاء الله وإحنا بنشتغل مع بعض. وإن شاء الله بعد ما تسمع الفيديو وتعمل اللي هقول لك عليه هيكون الدرس ده بالنسبة لك إن شاء الله من أسهل الدروس. نبدأ مع بعض يا شباب بسم الله. في البداية بنقسم الدرس للنقاط الأساسية. الدرس بيتكلم على موضوعين، أول حاجة اللي هو العوامل المؤثرة في المناخ، والنقطة التانية الأقاليم المناخية. أول حاجة العوامل المؤثرة في المناخ. المناخ عارفين إن كلمة المناخ معناها وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة، والمعلومة ديت بالنسبة لنا قديمة من زمان. في بقى عوامل بتأثر في المناخ. إيه هي العوامل اللي بتأثر في المناخ؟ بيجي لك سؤال أكمل من العوامل المؤثرة في المناخ، تقول له إيه؟ أول حاجة الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والتضييق. ده بس المطلوب منك. إيه هي العوامل اللي بتأثر في المناخ؟ موقع الفلكي، وعارفين يعني موقع فلكي طبعا الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض، والموقع الجغرافي معروف والتضاريس. تمام. ازاي الموقع الفلكي بيأثر في المناخ؟ الكرة الأرضية مقسمة إلى مناطق حرارية، كل ما بنقرب من خط الاستواء الحرارة بتكون أعلى، وكل ما نبتعد عن خط الاستواء ونقرب من القطبين الحرارة بتكون أقل. فأنت عندك المناطق الحارة على سطح الكرة الأرضية من بداية عرض 30 شمالا إلى 30 جنوبا، دي كلها منطقة حارة. ومن 30 ل 45 شمالا وجنوبا دي منطقة معتدلة بس دافئة شوية علشان قريبة من المنطقة الحارة. ومن 45 ل 60 شمالا وجنوبا دي منطقة معتدلة بس باردة إنها أقرب إلى القطبين. وبعد كده عندك من 60 ل 90 المنطقة الباردة. فالكرة الأرضية مقسمة إلى مناطق حرارية حسب موقعها من خط الاستواء. ده بالنسبة للموقع الفلكي. طب الموقع الجغرافي بيأثر إزاي في المناخ؟ طبعا عارفين ان المناطق اللي بتكون قريبة من المسطحات المائية من البحار والمحيطات اكيد المناخ بتاعها والجو بتاعها مختلف عن المناطق اللي بعيدة عن البحر. تمام. فالمناطق القريبة من المسطحات المائية زي المدن الساحلية بتتميز بالاعتدال في درجة الحرارة طوال العام بصفة عامة، ونسبة سقوط الأمطار بتكون أعلى. وكل ما نبعد عن البحر ونوصل داخل القارة أو داخل الدولة، المناطق البعيدة عن المسطحات المائية بتكون في الصيف الحرارة أعلى ومنخفضة في الشتاء، درجة الحرارة عالية في الصيف ومنخفضة في الشتاء، وبيقل فيها نسبة سقوط الأمطار. هناخد مثال بسيط. عندك في مصر البحر المتوسط في الشمال، وعندك هنا البحر الأحمر. المدن بقى الساحلية زي اسكندرية وزي مرسى مطروح وزي مرسى علم وغيرها من المدن الساحلية، أكيد الجو هناك والمناخ والحرارة هناك بتكون مختلفة عن المدن الداخلية زي القاهرة وزي أسيوط والمنيا وغيرها. فبكده البحر بيأثر في المناخ. اتفقنا يا شباب؟ بكده موقع فلكي وموقع جغرافي. التضاريس بقى والجبال والمرتفعات برضه بتأثر في المناخ في حاجتين، في الحرارة وفي الأمطار. طيب ازاي في الحرارة؟ طبعا احنا عارفين ان احنا معلومة بالنسبة لنا برضه معلومة خدناها من فترة طويلة من زمان، ان مستوى سطح البحر صفر. ده في جميع بحار العالم، وكل ما بنرتفع فوق سطح البحر ب 150 متر الحرارة بتقل درجة واحدة مئوية. كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر بتقل الحرارة ايه؟ درجة واحدة مئوية. وهكذا طبعا لغاية لما نوصل لقمم الجبال، ده بيؤدي إلى تكون الإيه؟ تكون الجليد. فالتضاريس أو المرتفعات بتأثر في الحرارة. وكمان التضاريس بتأثر في سقوط الأمطار. طبعا امتداد الجبال مع اتجاه الرياح بيؤدي إلى سقوط الأمطار، لأن الرياح المحملة
ببخار الماء لما بتصطدم بالجبال بترتفع إلى أعلى، فالسحاب بالتالي بينتقل من وسط دافئ إلى مكان بارد، فبيكون نسبة سقوط الأمطار أعلى. وبرضه الكلام دوت خدناه من الإعدادي، والأمطار وأنواعها وغيرها. فأنت بقى المطلوب منك في الجزئية ديت ما تشغلش نفسك بكل التفاصيل ديت، المطلوب منك بس تبقى أنت عارف إيه هي العوامل اللي بتأثر في المناخ، اللي هي الموقع الفلكي والموقع الجغرافي والتضاريس. دي أول نقطة من الدرس، اتفقنا؟ النقطة بقى التانية هي الأقاليم المناخية، ودي النقطة الأهم من الدرس، الأقاليم المناخية. سؤال مهم جدا في الامتحان، وسؤال أساسي، بيقول لك قارن بين الأقاليم المناخية من حيث، ركز بقى معايا في النقطة ديت، من حيث إيه؟ الموقع والمناخ والنبات. يعني كل إقليم مناخي من الأقاليم اللي هندرسها النهاردة إن شاء الله هنأكد على موقعها وظروفها المناخية وظروفها النباتية. تمام؟ نبدأ أول حاجة الأقاليم المناخية. في البداية أقول لك يعني إيه كلمة إقليم مناخي؟ ما معنى كلمة إقليم مناخي؟ ده مفهوم بسيط جدا. إقليم مناخي معناه منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائصها المناخية مثل الحرارة والرياح والأمطار التي تميزها عن غيرها من المناطق. مش فاهم حاجة والكلام الكبير ده؟ طب واحدة واحدة كده معايا. بص كده على الخريطة، أقول لك إيه منطقة محددة؟ يعني إيه منطقة محددة؟ يعني جزء من دولة، جزء من قارة، منطقة محددة. مثلا هنا عندك الجزء هنا في قارة آسيا في دولة الصين، وهنا جزء في قارة أمريكا الشمالية، وجزء تاني في قارة استراليا، وادي في قارة أفريقيا، وادي في أمريكا الجنوبية. شايف كده كم منطقة في كم قارة؟ كل المناطق اللي انت شايفها ديت ظروفها المناخية واحدة، الحرارة واحدة، ودرجة ولو سقوط الأمطار والرياح، كل عناصر المناخ في المناطق دي كلها متشابهة. علشان كده بنسميها كلها إقليم مناخي واحد. إيه اسم الإقليم دوت بقى؟ هنعرفه بعد شوية، بس في بداية افهم الأول يعني إيه كلمة إقليم مناخي. يبقى إقليم مناخي معناه منطقة على سطح الأرض، مش لازم تكون في نفس القارة، ممكن منطقة من أكتر من قارة، منطقة لها نفس ظروف المناخ من حيث الحرارة والرياح والأمطار اللي بتميزها عن غيرها من المناطق. يبقى إقليم مناخي معناه منطقة محددة، ها واحدة واحدة كده معايا، منطقة محددة على سطح الأرض مالها؟ لها خصائصها المناخية من الحرارة والرياح والأمطار التي تميزها عن غيرها من المناطق. ده معنى كلمة إقليم مناخي. طيب إيه هي بقى الأقاليم المناخية اللي علينا؟ أدي عندك كده رسمة للكرة الأرضية، خط الاستواء صفر، وقلنا من شوية عندك المناطق الحارة اللي هي من 30 شمالا إلى 30 جنوبا، دي المنطقة الحارة. فيها كم إقليم مناخي علينا؟ عندك الإقليم الاستوائي، والإقليم الموسمي، والإقليم المداري أو السوداني. التلات أقاليم دول كلها أقاليم حارة موجودين من 30 شمالا إلى 30 جنوبا، بس في بينهم اختلافات بسيطة من حيث الموقع والمناخ والنبات، وهنعرفه بعد شوية. يبقى انت عندك كده أقاليم حارة اهي، موسمي استوائي سوداني. بعد كده عندك أقاليم معتدلة دافئة اللي هي من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. فيها كم إقليم مناخي علينا؟ فيها اتنين، الإقليم الصيني، ولاحظ كده كتبته على اليمين لأنه موجود شرق القارات، شرق الكرة الأرضية، والبحر المتوسط هنا كاتبه على الشمال يعني غرب القارات. فأنت عندك من 30 ل 45 شمالا وجنوبا في علينا إقليمين، الصيني والبحر المتوسط. بعد كده من 45 ل 60 شمالا وجنوبا للمنطقة المعتدلة الباردة، في علينا فيها إقليمين، شرق القارات اللي هو اسمه اللورنسي، وغرب القارات اسمه غرب أوروبا. وبعد كده من 60 ل 90 شمالا وجنوبا إقليم التندرا، دي منطقة باردة، إقليم التندرا. كده قسمنا الأقاليم المناخية من حيث الموقع بتاعها. هأكد عليها تاني. يبقى الأقاليم المناخية قلنا أول حاجة الأقاليم الحارة من 30 ل 30 خدنا فيها إيه؟ استوائي وسوداني وموسمي، مظبوط كده؟ الموسمي هنتكلم عليه بعد شوية، لكن دلوقتي هأكد على الاستوائي والسوداني. من كام لكام بقى تحديدا؟
ادي عندك هنا ده خط الاستواء صفر. تمام. من صفر ل10 شمالا و10 جنوبا ده الإقليم الاستوائي. يبقى موقع الإقليم الاستوائي من كام لكام؟ من 10 شمالا إلى 10 جنوبا. تمام. وبعد كده من 10 إلى 18 شمالا وجنوبا ده الإقليم المداري الحار أو السوداني. الاتنين نفس الاسم، كتبت سوداني صح، كتبت مداري صح. يعني لما أسألك في الامتحان أقول لك قارن بين الإقليم الاستوائي والإقليم السوداني من حيث الموقع، هتقول لي إيه؟ هتقول لي الإقليم الاستوائي يمتد من دائرة عرض 10 شمالا إلى 10 جنوبا، أما السوداني من 10 ل 18 شمالا وجنوبا. ده الموقع. تمام. طب من 18 ل 30 بقى ده الإقليم الصحراوي، مش هندرسه خلاص، سيبك منه. يبقى كده عندك كده إيه؟ الاستوائي والسوداني، والموسمي هشرحه قلت لك بعد شوية. من 30 بقى ل 45، وبعد كده عندك من 45 ل 60، ومن 60 ل 90. تمام. باقي الأقاليم هنقسمها طبعا إلى جزء شرق القارات وجزء غرب القارات. من 30 ل 45 شمالا وجنوبا شرق القارات ده الإقليم الصيني، وخدناه من شوية في الرسمة اللي فاتت. ومن 30 ل 45 شمالا وجنوبا غرب القارات ده إقليم البحر المتوسط. تمام. من 45 ل 60 شمالا وجنوبا شرق القارات ده الإقليم اللورنسي. ومن 45 ل 60 شمالا وجنوبا غرب القارات ده إقليم غرب أوروبا. أما بقى في وسط القارات في المنطقة ديت عندك الصحراء المعتدلة والقار البارد، وبرضه إيه مش هندرسها. آخر حاجة عندك بقى من 60 ل 90 في الشمال والجنوب ده الإقليم اسمه إقليم التندرا. تمام يا شباب؟ ها، حضرت جنبك الورقة والقلم؟ هناخد الجزء اللي فوق دوت اللي هو نصف القرى الشمالي. تمام. وهنرسمه على الورقة زي ما وضحنا، ونقسم عليها الأقاليم، وهيكون زيها بالظبط في نصف القرى الجنوبي. فناخد الجزء الشمالي دوت كده رسمة كده قدامك أهي. الورقة اللي قدامك اللي في إيدك لو لسه ما حضرتهاش وقف الفيديو وروح هات ورقة وقلم ومسطرة وقسم معايا زي ما أقول لك كده بالظبط. عندك كده طبعا خط الاستواء صفر من تحت اهو. بعد كده من صفر ل10 اعمل خط كده بالمسطرة واكتب عليه رقم 10، وسيب مسافة واكتب هنا خط تاني رقم 18. يبقى كده عندك صفر 10 18، وبعد كده خط كمان رقم 30. يبقى كده عندك 3 خطوط 10 18 30. وبعد كده 45 مسافة أكبر شوية و60. وبعد كده اقسم كده خطين في النص عشان نقسم القرى إلى إيه؟ نصف شرقي ونصف غربي. ارسم الشكل دوت كده قدامك، وبعد كده نبدأ نوزع. من صفر ل10 زي ما قلنا إقليم إيه؟ بالظبط، برافو عليك، إقليم استوائي. ما تكتبش حاجة دلوقتي، استنى بس كده معايا. يبقى كده عندك من صفر ل10 إقليم استوائي، ومن 10 ل 18 إقليم سوداني أو مداري. مظبوط. من 18 ل 30 قلنا إقليم صحراوي حار ومش هندرسه خلاص كده مش علينا. يبقى كده عندك من صفر ل 10 استوائي، ومن 10 ل 18 سوداني. من 30 ل 45 بقى شرق القارات إقليم صيني، غرب القارات بحر متوسط، والجزء اللي في الوسط مش علينا هو الصحراء المعتدلة. بعد كده عندك من 45 ل 60 شمالا وجنوبا شرق القارات إقليم لورنسي، وغرب القارات إقليم غرب أوروبا، واللي في الوسط برضه مش علينا اللي هو القار البارد. آخر حاجة عندك من 60 ل 90 التندرا. يعني في الرسمة اللي قدامك كده لما أقول لك قارن بين الإقليم اللورنسي، شايف مكانه فين؟ أهو الإقليم اللورنسي وإقليم البحر المتوسط مثلا أهو من حيث الموقع، هتقول لي إيه؟ هتقول لي الإقليم اللورنسي بيمتد من دائرة عرض 45 إلى 60 شمالا وجنوبا، بس ها على اليمين يبقى إيه؟ شرق القارات بالظبط. يبقى من 45 ل 60 شمالا وجنوبا شرق القارات. أما البحر المتوسط من 30 ل 45 شمالا وجنوبا غرب القارات. تمام. لو انت حفظت الرسمة دي قدامك الجزئية بتاعت سؤال الموقع خلاص انت كده اطمنت من هنا.
يبقى كده هتعرف كل إقليم مناخي بيبدأ من كام لكام ومكانه فين. من 0 ل10 استوائي، 10 ل18 سوداني، من 30 ل45 شرق القارات صيني، غرب القارات بحر متوسط، من 45 ل60 شرق القارات لورنسي، غرب القارات يبقى غرب أوروبا، وآخر حاجة من 60 ل90 التندرا. ده بالنسبة لجزء الموقع. تمام. نبدأ أول حاجة عندك بقى كده، واكتب معايا، حضر كده قلمك في إيدك ونبدأ مع بعض. الإقليم الاستوائي من كام لكام؟ بالظبط كده من 0 ل10 شمال الجنوب، ده الإقليم الاستوائي. طيب الإقليم دوت إيه بقى هي ظروفه المناخية؟ الإقليم الاستوائي ظروفه المناخية عبارة عن حرارة مرتفعة، أمطار غزيرة طوال العام. اكتب كده بإيدك معايا في الجزئية الخاصة بالإقليم الاستوائي: حرارة مرتفعة، أمطار غزيرة طوال العام. طب النبات الطبيعي اللي بينمو في الإقليم الاستوائي موجود فيه غابات استوائية، وأهم أشجارها أشجار المطاط والماهوجني. تمام يا شباب؟ طب أدي عندك هنا خريطة العالم، خط الاستواء 0. تمام. بيبدأ الإقليم الاستوائي من كام لكام؟ بيبدأ من 10 شمالا إلى 10 جنوبا. موجود في كام قارة عندك بقى؟ قارة آسيا هنا أهو في إندونيسيا، وفي قارة أفريقيا حوض الكونغو، وفي أمريكا الجنوبية في حوض الأمازون. يعني لو جالك في الامتحان خريطة العالم والجزء دوت كده مظلل متعلم كده ويقول لك ده إقليم مناخي إيه، هتقول له إقليم استوائي. اتفقنا؟ يبقى الإقليم الاستوائي بيبدأ من 10 شمالا إلى 10 جنوبا. تمام. في اندونيسيا وفي حوض الكونغو من افريقيا وحوض الامازون في امريكا الجنوبيه. طب فاكر بقى المناخ بتاعه عباره عن ايه؟ تمام. حراره مرتفعه، امطار غزيره طوال العام، وبينمو فيه غابات استوائيه، اهم اشجارها اشجار المطاط واشجار الماهوجني. عشان بيجي لك سؤال يقول لك في اي الاقاليم النباتيه توجد الأشجار الآتية، فأشجار المطاط والمهوجني موجودين في الغابات الاستوائية. تمام يا شباب. أدي عندك هنا الغابات الاستوائية زي ما أنت شايف، غابات كثيفة والأغصان متشابكة. تمام. صعب جدا الحياة داخل هذه الغابات. أهم أشجارها أشجار المطاط وأشجار المهوجني. وعلشان الأشجار هناك والغابات كثيفة، فأهم الحيوانات اللي موجودة هناك عندك حيوانات متسلقة زي القرود، وعندك طيور والزواحف. تمام. ده بالنسبة للإقليم الاستوائي. الإقليم بقى الموسمي ما خدناهوش في الرسمة بتاعتنا، ده ممكن تكتبوها في ظهر الورقة اللي في إيدك لوحده كده. الإقليم الموسمي موجود عندك فين؟ موجود في الهند، منطقة الهند والهند الصينية، وموجود في قارة استراليا في شمال استراليا، وموجود في قارة أفريقيا في هضبة إثيوبيا وجزيرة مدغشقر. يبقى ده الإقليم الموسمي في الهند والهند الصينية من قارة آسيا، شمال أستراليا وإثيوبيا وجزيرة مدغشقر. طب المناخ بتاع الإقليم الموسمي عبارة عن إيه؟ الإقليم الموسمي يتميز بصيف حار غزير المطر، أمطار غزيرة، والشتاء جاف. صيف حار غزير المطر والشتاء جاف، وبينمو فيه غابات موسمية، أهم أشجارها جوز الهند مع حشائش السافانا. تمام. أشجار الغابات الموسمية زي قلنا أشجار إيه؟ جوز الهند. نرجع بقى للجدول بتاعنا. يبقى كده الإقليم الموسمي مكانه قلناه عبارة عن إيه؟ صيف حار غزير المطر وشتاء جاف، ده ظروفه المناخية. والظروف النباتية غابات موسمية أهمها جوز الهند مع حشائش السافانا. الإقليم بقى السوداني أو المداري الحار، ده من 10 إلى 18 شمالا وجنوبا، اسمه الإقليم السوداني، وليه اسم آخر وهو اسمه الإيه؟ المداري الحار. يعني السوداني صح، المداري الحار صح. المناخ بتاعه صيف حار ممطر وشتاء جاف، ووجود غابات مدارية وحشائش السافانا. هتلاحظ كده حاجة،
السوداني المناخ بتاعه، أعد لك تاني أهو، السوداني المناخ بتاعه صيف حار ممطر والشتاء جاف. أما الموسمي صيف حار غزير المطر والشتاء جاف. يعني الاتنين السوداني والموسمي المناخ بتاعهم قريب جدا من بعض، الصيف ممطر والشتاء جاف، بس الفرق ان الاقليم الموسمي الصيف غزير المطر، وبينمو في الاثنين حشائش الايه السافانا. هنا في السوداني السافانا، وفي الموسمي برضه حشائش الايه السافانا. اتفقنا يا شباب؟ طب موقعه فين بقى الاقليم السوداني؟ موجود شمال وجنوب خط الاستواء، شمال وجنوب الغابات الاستوائية اقصد، هنا في قارة استراليا وفي قارة افريقيا وفي قارة امريكا الجنوبية. اتفقنا؟ شمال وجنوب الغابات الايه الاستوائية. المناخ بتاعه قلنا صيف حار ممطر وشتاء جاف، تمام، وغابات مدارية وحشائش السافانا. وتعتبر طبعا حشائش السافانا بتعتبر حديقة حيوان طبيعية، لأن بيوجد فيها جميع أنواع الحيوانات. لو سألتك سؤال بما تفسر تعتبر حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية، لأن موجود فيها جميع أنواع الحيوانات، سواء أكلة اللحوم أو أكلة العشب. والنهارده دلوقتي يا شباب هنقف عند الجزئية ديت كده. اتكلمنا على الأقاليم الحارة اللي هي السوداني والاستوائي والموسمي، وباقي الأقاليم إن شاء الله هنتكلم عليها في الدرس أو الفيديو القادم. أرجو تكونوا استفدتوا معايا النهاردة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الدرس القادم والفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.